الراجل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي يعتبر من اخطر واذكى المجرمين في تاريخ مصر. الراجل ده حرفيا مش هتصدقوا هو عمل ايه. كنت متوقع ان الشرطه ممكن تجيبك تاني؟ كنت متوقع ان تجيب لي تاني عشان كنت متوقع انها تمسك تاني. ان الشرطه هتقدر تجيبك تاني؟ وانا كده كنت راجع. ايه؟ كده كنت راجع ومن في وسط الشرطه ويخرج. يعني انت عارف ان قبضه الامن قويه ولا انت كده مش هتفرق؟ مظبوط بقى، عارف ان الامن قويه وكده راجع. لكن انت كنت عارف ان الشرطه هتجيبك صح؟ وخليني اقول لكم ان فيديو النهارده مختلف، مش جريمه ولا جن ولا مكان مهجور. النهارده عمليه هروب من سجن مصري شديد الحراسه، وبطل قصتنا الراجل اللي ظهر قدامكم ده. السلام عليكم. من كام يوم كنت قاعد بقلب في أرشيف الصحافة المصرية، وبالصدفة يظهر قدامي مقال بعنوان هروب من سجن مصري شديد الحراسة. أنا لما بصيت على العنوان ما استوعبتش، أنا أول مرة في حياتي يعدي عليا حاجة شبه كده، هروب من سجن مصري. فعلى طول دخلت قرأت المقال وانصدمت من كل حرف. مش هطول عليك، خلينا نخش في موضوعنا على طول. إن شاء الله يكون الفيديو ممتع، وما تنساش الإكسبلور. ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 2013 في القليوبية، وبالتحديد في بنها. الساعة وقتها كانت 2 بالليل، والشوارع فاضية تماما، مفيش أي حاجة. في الوقت ده كان في دورية شرطة بتلف في الشارع كنوع من أنواع التأمين، لأن ساعتها سنة 2013 الدنيا كانت لبش، ما كانش أمان قوي. المهم أثناء ما الدورية بتلف يلمحوا من بعيد 3 رجالة مسلحين واقفين مثبتين عربية، 3 بلطجية معاهم سلاح واقفين بعيد على أول الشارع مثبتين عربية ومخرجين الراجل منها وعايزين يسرقوا العربية منه. أول ما الدورية لمحت المنظر ده فورا طاروا ناحية البلطجية اللي ما كانوش واخدين بالهم، ولما الدورية قربت ال3 بلطجية لاحظوا وخدوا بالهم وبدأوا يهربوا. واحد من ال3 بلطجية ركب المكنة وجري، والبلطجي اللي كان راكب المكنة وبيجري ده هو اللي كان معاه السلاح. فالظابط بدون أي مقدمات قام جاي مدور العربية وطار ورا البلطجي ده. فضل البلطجي يهرب والظابط وراه، والبلطجي يضغط اكتر والظابط ملازمه محاصره. وخلاص الظابط قرب على البلطجي ده وهيقبض عليه، قام البلطجي راكن المكنة وهوب نط من فوق الكوبري نزل في البحر. الظابط يسيبه؟ ابدا والله، قام جاي نطت وراه في الميه. انت بتاعي. الظابط بدأ يعوم وراه ويطارده في الميه لحد ما مسكه وثبته وقبض عليه وهما الاتنين في الميه، وبعدين مسكوا جامد وعام بيه على الشط طلعه. لما خرجوا هما الاتنين من الميه على طول الظابط خده وطلع بيه على القسم، وهناك في القسم بدأت الشرطة تتحرى عن المجرم ده، وانصدموا لما عرفوا هويته. المجرم ده كان اسمه عبده كنف المسجل خطر. عبده كنف كان مطلوب القبض عليه في 13 قضية، منهم قضايا قتل وشروع في قتل وتجارة ممنوعات وسطو مسلح. ده مجرم خطير اصلا مطلوب القبض عليه. وعلى طول القضية بتاعته اتحولت للجنايات، وفورا القاضي حكم عليه من اول جلسة ب5 سنين سجن. خلي بالك ال5 سنين اللي هو لسه واخدهم دول بتوع اخر قضية اللي هي تثبيت العربية لما نط في البحر، دي اخر قضية. وده معناه ان هو لسه قدامه 13 قضية تانيين ب13 حكم مختلف، وكلهم قضايا كبيرة زي ما انا قلت لك، ركز معايا. المهم عبده كنف دخل سجن طوخ المركزي. سجن طوخ المركزي سجن شديد الحراسة، على الرغم ان هو مش كبير زي السجون العمومية، ولكن هو سجن شديد الحراسة. كل مسؤول وكل حارس في السجن ده قايم بدوره على أكمل وجه. نرجع تاني. عبده كنف وصل فعلا السجن، والحراس خدوه ودخلوه زنزانته وقفلوا عليه. أول ما عبده دخل الزنزانة بتاعته قعد مع نفسه كده وبدأ يقول أنا ما ينفعش أقعد هنا، أنا ما ينفعش أطول في السجن ده، لازم أهرب. دول حكموا عليا من أول جلسة ب5 سنين سجن، وفي قضية تافهة. ده قضية تافهة بالنسبة للقضايا اللي عليا، أمال القضايا التانية الكبيرة هيعملوا ايه؟ ده انا كده ممكن اقضي عمره كله في السجن. يا لهوي، ده في قضية كبيرة كمان عندي ممكن توصلني للإعدام. لا، انا لازم اهرب. ولكن انا ههرب ازاي؟ السجن ده قوي وشديد الحراسة ومحدش قدر يهرب منه من لحظة ما اتفتح. فضل قاعد مع نفسه ويفكر لحد ما قرر ان هو هيراقب كل حاجة في السجن، هيراقب كل كبيرة وصغيرة يمكن يلاقي ثغرة تخرجه. وبدأ فعلا عبده كنف أو عبده قنف يراقب
كل حاجة في السجن، كل حارس، تحركات كل حارس، الأبواب، كل حاجة، لحد ما اكتشف الثغرة اللي هتهربه من المكان ده. عبده لاحظ إن وقت الزيارة الأبواب بتتفتح بشكل متكرر وما بيكونش عليها حراس كتير، بالإضافة إن قاعة الزيارات بتكون عشوائية والحراس ما بيكونوش منتبهين قوي. وقت الزيارة بتبقى الدنيا يعني نقدر نقول كده لهوجة في لهوجة، فقال جوه نفسه هو ده الوقت المناسب اللي انا ههرب فيه، وحط خطة بالفعل. استنى لحد يوم الزيارة. في يوم الزيارة جات له أخته و3 من صحابه. عبده سلم على أخته وال3 صحابه وقعدوا هما ال5 على الترابيزة وبدأوا يتكلموا، واثناء هما بيتناقشوا وبيطمنوا على بعض عبده قام جاي باصص لهم كده وقال لهم بقول لكم ايه، الزيارة الجاية هاتوا نقاب معاكم وانتوا جايين. اخته سمعت الكلام واستغربت وبصت له كده وقالت له ليه، في ايه؟ رد عليها عبده وقال لها علشان انا ناوي اهرب. قالت له تهرب ازاي؟ قال لها ركزي معايا كويس قوي، الزيارة الجاية هتقولي عادي خالص ولكن هيكون معاكم نقاب، هنقعد نتكلم ولا كأن في اي حاجة، وفجأة تقوم انتي واصحابي تعملوا مشكلة وقلق، عايزكم تعملوا قلق وجلبة في قلب الصالة، ولما الدنيا يحصل فيها دوشة زيادة هاخد النقاب من الشنطة وانزل تحت الترابيزة البس النقاب وبعدين اطلع اخرج معاكم من السجن ولا كأن اي حاجة حصلت، كأني واحدة منقبة كنت داخلة معاكم. ففي واحد من صحابه رد عليه وقال له كلام جميل يا عبده، لكن الخطة دي فيها ثغرات ومش داخلة دماغي. اول ثغرة اننا ممكن اصلا ما نعرفش نعمل خناقة ولا نعمل قلق، ولو عملنا ممكن الحراس يفضوها بسرعة. يا عم ولنفترض ان احنا نجحنا نعمل خناقة ونعمل هيصة، انت ضامن منين وانت بتلبس النقاب تحت الترابيزة مفيش اي حارس هنا ولا هنا يلمحك؟ من الاخر يا عبده هي خطة حلوة لكن مش داخلة دماغي. عبده فعلا قاعد يفكر في كلام صاحبه ولأن كلام منطقي اقتنع بكلامه، وبدأ وهو قاعد معاهم يفكر في خطة بديلة وخطة تانية، وجت في دماغه فكرة كانت فكرة شيطانية. عبده رفع راسه وبص لهم كده وقال لهم ادوني كام شهر اخس فيهم وهننفذ الخطة التانية. كلهم استغربوا كده وبصوا له هتخس ليه؟ رد عبده وقال انا هخس جامد قوي وانتوا هتهربوني من هنا في شنطة سفر. كلهم بصوا له باستغراب كده وقالوا له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف علشان تدخل جوه شنطة سفر هيكون حجمك قد ايه؟ ده انت لازم يا عبده تكون قد دكر البط. قال لهم انا عارف، ادوني بس انتوا كام شهر هخس فيهم وملكوش دعوة. قالوا له طيب تمام، ايه الخطة طيب؟ بيشرح عبده بيقول انا لما اخس ووزني ينزل جامد هتجولي زيارة زي اي زيارة عادية، لكن المرة دي هتكونوا جايين بشنطة زيارة كبيرة. الشنطة الكبيرة دي هتكون فيها الزيارة بتاعتي، هتكونوا حاطين فيها كل حاجة، هتدخلوا نقعد عادي مفيش اي حاجة، وفجأة تقوموا تعملوا مشكلة وقلق، واثناء القلق والهيصة هدخل جوه الشنطة واقفل على نفسي من غير ما حد ياخد باله، ولما الدنيا تهدى ارجعوا اقعدوا تاني مفيش اي حاجة، وبعدين خدوا الشنطة وشيلوها وخرجوني من صالة وقاعة الزيارات. اول ما تخرجوني من قاعة الزيارات ودوني المكان ما يكونش فيه حراس كتير، هفتح الشنطة واخرج منها وبعدين البس نقاب، ولما البس النقاب هنخرج احنا ال5 من باب السجن ولا كأن اي حاجة حصلت، كأن واحدة منقبة كنت داخلة معاكم. طبعا هتسألني دلوقتي طب هو ليه ما يفضلش جوه الشنطة ويخرجوا بيه من باب السجن؟ هقول لك لان كل الشنط وهي خارجة بتتفتش، فلو هم شالوه في الشنطة وخرجوا بيه من عند باب السجن هيتفتش وهيتمسك. قالوا له كلام جميل قوي يا عبده بس في كام عقبة. الاولى ان ممكن الحراس ما يدخلوناش من باب السجن بشنطة كبيرة، وانت عارف ان الشنط الكبيرة معظمها بيرفضوا الشنط الكبيرة، ما بيرضوش يدخلوها. العقبة التانية وزنك، انت ازاي هتدخل جوه الشنطة؟ والعقبة التالتة زي ما احنا قلنا لك يا عبده لما نعمل مشاجرة ومشكلة في قاعة الزيارات احنا مش ضامنين، ممكن يلموها بسرعة، الحراس يلموا الليلة دي بسرعة. رد عليهم وقال لهم ثقوا فيا وملكوش دعوة بأي حاجة. وبالفعل بدأ عبده كنف يقلل كمية الأكل اللي بياكلها بشكل مرعب، لدرجة ان هو وصل بيه الحال كان بياكل في اليومين طقة واحدة، انتوا متخيلين؟ وفضل مستمر على هذا الحال لمدة 3 شهور متواصلة، وبعد 3 شهور من العزيمة وصل وزنه 40 كيلو. انتوا مستوعبين الرقم؟ 40 كيلو، بقى شبه العصاية حرفيا. لما وصل وزنه 40 كيلو عبده أدرك ان هو خلاص جاهز لتنفيذ الخطة بتاعته
وجاهز للهروب. ومن كتر ما هو كان واثق في نفسه وواثق ان الخطة بتاعته هتنجح، قام جاي قاعد مع اصحابه في الزنزانة قبل يوم تنفيذ الخطة وبدأ يحتفل معاهم بالهروب. يعني هو كان بيحتفل بالهروب بتاعه قبل ما يهرب. والفيديو اللي قدامكم دلوقتي ده هو الاحتفال بتاعه، بيرقص جوه الزنزانة قبل يوم تنفيذ العملية. يوم 14/4 سنة 2014 ده يوم تنفيذ العملية. في اليوم ده اتحركت أخت عبده ومعاها 3 من صحابه متجهين لسجن طوخ المركزي، لأن ده كان يوم الزيارة. ولكن زي ما أنا وأنت عارفين هم ما كانوش رايحين يوم زيارة عادي، دول كانوا رايحين يهربوا عبده. وفعلا وصل ال4 عند باب السجن وبدأ الحراس يفتشوهم. وهنا تحصل الصدمة. أثناء ما الحراس بيفتشوهم استغربوا من حجم الشنطة وحجم الزيارة. الشنطة دي كلها، انتوا جايبين الشنطة دي كلها لمين؟ لا، الشنطة دي مش هتدخل. ورفض الحراس انهم يدخلوا الشنطة دي جوه. ولكن اخت عبده واصحابه فضلوا يتحايلوا عليهم ويترجوهم ويستعطفوهم جامد. قعدوا يتحايلوا على الحراس لمدة ربع ساعة، فصعبوا على الحراس وعلشان كده سمحوا لهم بالدخول. ال4 دخلوا لقاعة الزيارة وقابلوا عبده وقعدوا معاه وبدأوا يسلموا عليه وتصرفوا على طبيعتهم خالص. عبده قال لهم في تغيير في الخطة، بدل ما تعملوا مشاجرة وخناقة، اختي هتمثل ان هي تعبانه واغمى عليها، ولما اختي تقع على الارض ويغمى عليها انا عايزكم انتوا ال3 تتخضوا وتعملوا قلق وتصرخوا، ودي طريقه اضمن لينا من المشاكل. ممكن ما تعرفوش تعملوا مشكله، اهي دي اضمن. وقام جاي باصص لاخته وقال لها انت جاهزه؟ قالت له ايوه انا جاهزه. قال لها يلا دلوقتي قومي. وبالفعل اخت عبده قامت ومشيت لحد نص القاعه، نص صاله الزيارات، ووقعت على الارض اغمى عليها، او مثلت ان هي اغمى عليها. طبعا مش محتاج اقولك ان الدنيا اتقلبت في قاعة الزيارات، كل الناس قامت وجريوا عليها، واصحاب عبده بدأوا يزعقوا ويصوتوا جامد. كمان الحراس بدأوا يجروا على اخت عبده. بمعنى تاني حصل قلق. في الاثناء دي بقى عبده كان نزل تحت الترابيزة ودخل جوه الشنطة وقفل على نفسه. لما اصحاب عبده شافوه ان هو خلاص دخل جوه الشنطة والخطة بتاعتهم ماشية صح، قاموا جايين غامزين لاخته اللي هو يلا فوقي. واخته فعلا فاقت وطمنت الناس اللي حواليها وطمنت الحراس، والدنيا اتفضت. الدنيا كانت طبيعية، وقامت مع اصحاب عبده ورجعوا قعدوا على الترابيزة وتصرفوا بطبيعتهم. وبعدين ال4 شالوا الشنطة وخرجوا بره قاعة الزيارات. اول ما خرجوا من قاعة الزيارات راحوا المكان كده ما فيهوش حراس ولا فيه رقابة، مكان متدارة كده. وبعدين حطوا الشنطة وفتحوا السوستة، خرجوا عبده من جواها. عبده خرج من الشنطة على طول ولبس النقاب بسرعة. وبعدين ال5 مشوا جوه السجن ووصلوا لحد الباب، وخرجوا ال5 من السجن ولا كأن اي حاجة حصلت بدون تفتيش. الخطة نجحت. وبكده يكون عبده كنف السجين الاول والوحيد اللي قدر يهرب من سجن طوخ المركزي من لحظة ما اتفتح. يا جماعة اللي انتوا بتسمعوه ده قصة حقيقية، مش فيلم ولا تأليف، دي قصة حقيقية. نرجع تاني، الحراس جوه السجن ما لاحظوش اي حاجة، ويمر الوقت وتعدي ساعة و2 ووقت الزيارة خلص. وطبعا كل الاهالي ودعوا بعضهم وخرجوا بره السجن. اما السجناء فكلهم اتوجهوا للزنازن بتاعتهم. لما السجناء دخلوا الزنازن بتاعتهم بدأ الحراس يعدوهم يشوفوا عددهم كامل ولا لا. وهنا الدنيا اتقلبت، ده في سجين ناقص مش موجود. مين السجين ده؟ قال لا يا نهار، ده عبده كنف الأخطر والمسجل خطر. الدنيا اتقلبت في لحظة، وبدأت الأجهزة الأمنية يشكلوا فرق بحث ويدوروا عليه في كل مكان، وعملوا عليه تعميم في كل محافظات مصر. ده سجين هارب، أول مرة تحصل. في الأثناء دي عبده كنف كان هرب للإسكندرية وأجر شقة هو وأصحابه البلطجية وقعدوا فيها هناك. وهناك في الإسكندرية عبده رجع للأعمال بتاعته، السطو المسلح. كان كل يوم بالليل يطلع هو وأصحابه بالسلاح في منطقة ميامي، يتمشوا في المنطقة دي وأي عربية تقابلهم يثبتوها. والعربية اللي بتتثبت كان بيتاخد منها كل حاجة. وخلينا أقول لكم إن كل يوم كانوا بيثبتوا عربيات شكل، كل يوم عملية سطو جديدة. طبعا الأخبار دي وصلت للشرطة وشكوا إن ممكن يكون ده عبده كنف، لأن ده أسلوبه. وبدأت الشرطة تتحرى ويبحثوا بشكل أعمق لحد ما قدروا يوصلوا للشقة اللي المجرمين دول قاعدين فيها مأجرينها. وفي يوم 6/5 سنة 2014 طلعت حملة كبيرة قوي لمكان الشقة، والشرطة اقتحموا الشقة ودخلوا وقبضوا على عبده كنف واصحابه البلطجية. قبضوا عليه بعد هروبه من السجن ب 22 يوم بس. 22 يوم
كانوا مسكوه ورجعوه تاني للسجن. بصراحه مفيش معلومات تانية عن الاحكام اللي خدها بعد كده، او هو خرج من السجن او لسه بيقضي محكوميته، او هو ميت ولا عايش. ما لقيتش اي معلومات بعد كده، ولكن قصه من اعجب القصص اللي مرت عليا وقراتها، واعتقد ان كتير منكم ما سمعش عن الموضوع ده. اتمنى تكونوا بسطتوا، واستنوا الفيديو الجاي وبس كده.